بسم الله. نبدأ درس النهاردة هنتعلم معادلة اف. امتى بستخدمها؟ لما انا ابقى عندي شرط معين وعايز اقوله يعمل حاجة بناء على الشرط ده. ازاي؟ يعني دلوقتي انا عندي فيه مجموع، هيبقى مكتوب مجموع معين هنا، وعايز اقول ان هو لو جاب اكتر من ال50% يبقى ناجح، ولو اقل من 50% يبقى راسب. بعمل ايه؟ هشتغل في الخلية دي، هعمل معادلة تساوي واكتب اف وافتح القوس، وبفتح هنا عشان ابقى شايف هو عايزني اعمل ايه. اول حاجه اللوجيكال تيست. معنى ايه هو الشرط اللي انا عايز ادور فيه؟ فهنا الشرط بتاعي ان الخليه دي اتك عليها واعمل علامه اكبر من، ان هو لو جاب اكتر من او يساوي 50 واعمل علامه البرسنتج. ده الشرط بتاعي. طب فاليو اف ترو هنا بقى يعمل ايه الاكسل؟ لو شاف ان الشخص ده جاب اكتر من 50% هيكتب لي ان هو ناجح. طب لو الشرط اللي انا عامله هنا ما اتحققش يكتب لي ان هو راسب. بس كده ونعمل اوكي. خلصنا المعادلة. لو عملنا 40 هظهر ان هو راسب، لو ظهر 50 ناجح، وهكذا. كده خلصنا معادلة النهاردة بكل سهولة.